بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو بتاعنا النهاردة بيتكلم عن المثل المشهور اللي بيقول يا سلام سلم الحيطة بتتكلم. المثل ده اتقال امتى؟ اتقال في القرن الثامن الهجري، ايام السلطان الظاهر سيف الدين برقوق. كان في راجل اسمه ابن الفيشي. الراجل ده كان ساكن جنب الازهر الشريف، بس كان معروف ان هو راجل بيتعامل مع مراته بقسوة وعنف شديد قوي. طبعا البيوت زمان كانت الجدران بتاعتها ضخمه، فممكن يبقى فيه فجوه بين الجدار وبعضه كده، يعني ممكن حد يقف فيه وكده. فمراته عشان تعمل حيله عشان يعملها كويس عملت ايه؟ دخلت في الفجوه دي، واول ما الراجل دخل قالت له ايه بقى؟ يا ابن الفيشي اتق الله وعاشر زوجتك بالمعروف. ففكر ان في جن في البيت، قعد يدور ملقاش حاجه، فراح على اصحابه قال لهم ايه؟ انا حصل معايا كذا وكذا ولقيت الحيطه بتتكلم. فطبعا قاموا رايحين معاه على البيت، فسمعوا الكلام من الجدار، فقعدوا يسالوا الجدار عن حاجات كتير وهو يجاوب. فطبعا اشاعوا في البلد كلها ان البيت بتاع ابن الفيشي مسكون، فالقاهره كلها ترجت بالكلام، وكمان الكلام اتنقل لمصر كلها. بدا الناس يجوا من كل مكان عشان يشوفوا الحيطه اللي بتتكلم، وفعلا بداوا يجوا يجيبوا فلوس كمان. وبداوا الناس يقولوا بقى ايه بينهم وبين بعض ايه لما يروحوا يلاقوا الحيطه بتتكلم؟ يا سلام سلم ده الحيطه بتتكلم. فطبعا الناس بداوا يفتتنوا بالقصه دي، بقت فتنه ان الحيطه بتتكلم، لانه بقوا يجوا يجيبوا الفلوس للحيطه. ففي يوم من الايام زوجة ابن الفيشي قاعده معاه، فبتقول له انا اللي عملت الحيله دي عشان تعملني كويس، لان انا بصراحه ما كنتش قادره اتحمل الضرب والاهانه والبهدله دي، فاخترعت قصه ايه ان انا اكلمك من الفجوه اللي في الجدار. فقال لها خلاص احنا نفضل على كده، محدش هيعرف ان انت بتتكلمي ولا حاجه، والناس كده كده بتجيب الفلوس واحنا نستفيد من الموضوع ده. وخلاص فضلوا على كده ايه مده. فطبعا الكلام مصر كلها اترجت بيه. فكان في محتسب اسمه الشيخ محمود العجمي. الراجل ده كان شجاع جدا ومقدم وذكي جدا، فعايز يعرف يعمل ايه في الموضوع ده. ففعلا راح عند الجدار، لقى الجدار بيتكلم، فامر الجنود ان هم يهدموا الجدار، قال عشان نخلص من الفتنه دي والحيله دي نخلص. وفعلا هدموا جزء كبير من الجدار. فسال الناس بعد ما هدموا وخلصوا بقى، ها الحيطه لسه بتتكلم ولا سكتت؟ قالوا له لا الحيطه لسه بتتكلم. فالراجل استغرب جدا زياده، طب يعمل ايه؟ فقام واخد الناس بعض من اصحابه كده، وقاموا رايحين عند الحيطه وبداوا يقراوا ايه القران. فقال لابن الفيشي ايه بقى؟ قول للحيطه ان القاضي بيقرئك السلام، بيسلم عليك. فقامت الحيطه ردت قالت له ايه وعليه السلام. فقام المحتسب قال لابن الفيشي قول لها، قول للحيطه الفساد ده هيفضل لامتى؟ قالت له الى ان يشاء الله. الحيطه ردت وقالت الى ان يشاء الله. قال لها بس كده فتنه، وده حاجه مش كويسه، حاجه يعني ذميمه، ان انت ازاي كده بتعملي فتنه في الناس، ده شيء غير محمود خالص. فقالت له لغايه كده بقى، وسكت الكلام، مع انتهى الكلام بيني وبينك. المحتسب يكلمها والناس يكلموا، ردي على المحتسب، طب ردي علينا. خلاص هي قررت الحيطه انها تسكت وما تتكلمش. فالمهم القاضي روح، المحتسب روح وعايز يعرف، قاعد يفكر يعمل ايه، عايز يخلص من الموضوع ده، لان فعلا دي حاجه محيره، لان الناس كلها بدات تيجي من كل ارجاء مصر عشان ايه؟ يشوفوا الحيطه اللي بتتكلم ويدفعوا الفلوس. ففكر قال انا هروح بيت ابن الفيشي واقبض عليه هو ومراته. وفعلا راح قبض عليهم وخدهم عنده، وبدا يضغط على الست وعلى الراجل عشان يعرف الحقيقه ايه. فالست بعد ضغط بقى عليه جامد عليها، قالت له انا عملت الحيله دي لان زوجي كان بيعاملني وحش جدا ويضربني ويهني، وانا ما عدتش قادره اتحمل، فلقيت الفجوه في الحيطه، فجت في بالي ايه الفكره دي، فعملتها. وقلت له بعدها ان انا اللي كنت بكلمك وبقول لك، بس هو قال لي خلينا كده طالما الناس بتجيب الفلوس ونستفيد. طبعا القاضي ضربهم هما الاثنين ضرب جامد جدا، بيقولوا ان هم ضربوا 600 ضربه، وركبهم الاثنين كل واحد على جمل، وبدأ يجرسهم فين؟ في القاهرة. الناس بقى بدأوا يعيطوا عشان مين؟ عشان الحيطة اللي اتهدت، ويعيطوا عشان الست وجوزها،
ويدعوا على المحتسب ويقولوا ربنا ينتقم منه، هو اللي هدم الحيطه اللي بتتكلم وهو اللي ظلم الناس دي، مع ان المحتسب يعني بيعمل كده عشان ان الناس دي انضحك عليهم والراجل والست اخذوا الفلوس بتاعتهم بالباطل. ومن هنا لغايه الان، من ساعتها كل ما يحصل حاجه الناس تستفز الناس قوي او حاجه تخرج الناس عن وعيها يقولوا ايه ده، حاجه تخلي الحجر ينطق. وهو ده كان عنوان الفيديو بتاعنا النهارده. يا ريت لو عجبكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه. مع السلامه.